بسم الله الرحمن الرحيم. أخوك شهاب عابد من دولة فلسطين غزة. نشكر تلك الجهود وتلك الجماهير المتواصلة والدائمة كما عهدناهم إنهم مع القضية الفلسطينية وناصرين للقضية الفلسطينية، كما قال الرئيس الراحل هواري بومدين إننا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نشكر هذا الشعب وهذه الدولة الشقيقة التي تناصر إخوانها في دولة فلسطين. ورسالتنا إلى العالم أجمع ونقولها إنها لو سقطت غزة ستسقطون دولة تلو الأخرى. دافعوا عن مصر نبيكم. أين أنتم يا أمة محمد؟ أين أنتم يا حكام العرب؟ أين ضمائركم الحية نحو قضية فلسطين وجرائم هذا المحتل الغاصب المتواصلة دائما يوما بعد يوم؟ يدل أن هذا المحتل المجرم يقصف ويقتل أطفال ونساء وشيوخ وأبرياء، يقصفون المساجد ويقصفون البيوت فوق ساكنيها ويقصفون المدارس ويقصفون أيضا المستشفيات. الآن غزة يا أخوان دون طعام ودون ماء ودون كهرباء. غزة أين الإنسانية؟ أين الإنسانية؟ أين الإنسانية؟ أين الضمير الشعب؟ أين الضمير العربي؟ وأين الضمير الأمة الإسلامية نحو ما يحدث في قطاعنا الحبيب؟ هذه رسالتنا للعالم. إن سقطت غزة ستسقطون دولة تلو الأخرى، ستسقطون. يعني باين تشهد الشعب الجزائري كان كلمة واحدة نصرة لغزة، يعني شعورك هذا ما عهدناه من هذا الشعب العظيم، من هذا الشعب المحرر. إنهم دائما جنبا وجانبا مع قضيتنا ومع قضيتنا الفلسطينية. يوسف أبو شمالة، الطالب يوسف أبو شمالة، ندرس في ولاية المندية. طبعا هذا ما عهدناه عن الشعب الجزائري وعن السلطات الجزائرية، الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية. ونحب نوجه الشكر، كل الشكر والتحية، كل التحية للشعب الجزائري وكل من خرج في هذه الهبة وهذه المسيرة الجماهيرية الحاشدة للتضامن مع إخوانهم في قطاع غزة. أنا رسالتي لجميع السلطات العربية بالحقيقة وليست الشعوب، وخصوصا معهم السلطات الجزائرية، أدعوهم جميعا. أتمنى أن تؤثر هذه المسيرات في الحكومات لاتخاذ مواقف صارمة واتخاذ مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية. أهلي في غزة صراحة يوجهوا لجميع الشعوب العربية التحية، وهم صابرون وصامدون، وهم في الحقيقة هم من يصبرونني في غربتي ويقولوا لي أصبر. هم بخير، ولكن نحتاج كل الحاجة للشعب الفلسطيني المحاصر في هذا الوقت إلى الوقود والماء والغذاء والكهرباء. أتمنى أن تصل هذه الرسالة للجهات المسؤولة.